السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فرح أحمد وانتوا دلوقتي بتسمعوا بودكاست بصوت فرح. في الحلقة اللي فاتت حكينا عن الإنسان البدائي وحضارة سومر اللي بدأت بيها الحكاية من الأول، لكن النهاردة هنتكلم عن بلد الأسرار، بلد نهر النيل، بلد الحضارة اللي لسه لحد دلوقتي محيرة العلماء. رحلتنا النهاردة هتكون مع مصر، بس مش مصر حاليا، لأ، دي مصر زمان، هي مصر القديمة. السؤال هنا هو ليه مصر؟ أولا مصر مش أي مكان. زمان كان النهر بيغمر الأرض بالفيضان كل سنة. يعني تخيل معايا كده، لو كل سنة بلكونة بيتك بتطلع خضار وورد وزرع لوحدها، هل هتبقى وتمشي؟ أكيد لأ طبعا. عشان كده المصريين قرروا وقتها يعيشوا ويستقروا في المكان ده، يزرعوا ويبنوا ويعملوا الحضارة الخاصة بيهم. ومن هنا بيبدأ التاريخ الحقيقي لمصر. زمان مصر قبل ما تبقى بلد واحدة كانت مقسومة نصين. أول جزء كان اسمه مصر العليا، وده كان عبارة عن الصعيد، والجزء التاني كان مصر السفلى، وده كان منطقة الدلتا. وقتها جه ملك اسمه نرمر، أو زي ما خدنا في التاريخ في المدرسة مينا. الملك مينا قال عشان نبني حضارة لازم نوحد البلد ونخليها بلد واحدة، ونبني حاجة فعلا تفضل آلاف السنين. ومن اللحظة دي بدأ عصر الفراعنة الرسمي، وكان الملك مينا هو أول فرعون رسمي لمصر. ومن ساعتها مصر بدأت تبني حضارتها اللي اتكلم عنها كل العالم بعد كده. نيجي بقى للمعجزة اللي ما ينفعش حد يتكلم عن مصر من غير ما يمنشن ليها، وهي الأهرامات. تخيل كده لو صحيت من النوم سنة 2500 قبل الميلاد، ما علينا، وواحد قالك يلا نشيل حجر ووزنه على الأقل 2 طن ونحطه فوق حجر تاني زيه، ونفضل نعمل كده لحد ما نبني جبل. انت اكيد ردك وقتها كان هيكون طب هو فين الونش اللي هيشيل الحجر؟ لكن لا، المصري القديم كان بيقول عادي هنحلها بالهندسة. لحد دلوقتي العلماء مش قادرين يفهموا ازاي ده حصل اصلا، ازاي حجارة تقيلة بالشكل ده اتشالت من غير معدات. طب هم استخدموا منحدرات كبيرة مثلا؟ تصدقوا ان في ناس قالت ان المصريين زمان طلبوا مساعدة من الفضائيين عشان يبنوا الاهرامات؟ هو بجد في حد لسه بيصدق الحكاية دي؟ هو فعلا طبيعي ان الاهرامات تحيرنا للدرجة دي، لان في الاصل الموضوع مش بس عشان تقل الحجارة بتاعتها، لكن الاهرامات يا جماعة مبنية بدقة تخليك تقول سبحان الله فعلا من قلبك. الاتجاهات الفلكية بتاعتها مظبوطة جدا، ابعاد هندسية مذهلة، وحسابات رياضية اذكى من الآلة الحاسبة اللي على مكتبك. يعني ببساطة الاهرامات مش مجرد مقابر للملوك، دي شهادة رسمية للعالم بتقول احنا حضارة فاهمة العلم والفن من آلاف السنين. بالنسبة للشغل، فانت لو كنت عايش زمان كنت هتبقى شغال حاجة من دول: يا إما فلاح، يا نجار، يا كاتب بتكتب على ورق البردي، يا موظف ضرايب، أو بقى فرعون، الله أعلم. البيوت كانت زمان صغيرة مصنوعة من حاجة كده اسمها طوب لبن، لكن الحيطان مرسوم عليها القصص بتاعتهم. وكانوا كلهم مؤمنين ان في حياة تانية بعد الموت. كانوا مؤمنين ان بعد الموت في اختبار بالقلب والريشة، يعني لو قلبك خفيف اخف من الريشة تدخل الجنة، ولو عكس كده فانت ونصيبك. عشان كده التحنيط كان مهم جدا عندهم، ومش بس للملوك، ده في قطط وتماسيح اتحنطت كمان. بس كده، فدي كانت جولة سريعة في حضارة مصر القديمة، حضارة مش بس أهرامات ومومياوات زي ما شفنا. في الحلقة الجاية بإذن الله هنتكلم شوية عن حاجة تانية: الهند أيام زمان، أرض البهارات اللي قلبت المطبخ العالمي.
وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. لو عجبتك الحلقه بليز ما تنساش تعمل لايك وشير لحد بيحب مصر او محتاج يحب مصر، واكتبوا لي رايكم في الكومنتس. وبكده تكون حلقتنا خلصت النهارده، ولو وصلتوا لحد هنا شكرا بجد انكم سمعتوني للاخر.